السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما النصر إلا من عند الله، وبإذن الله تعالى النصر للنادي الأهلي. نعدي بإذن الله على خير مباراة الترجي. المباراة اللي في الترجي هتلعب النهاردة أسهل من اللي هتلعب هنا عندنا في استاد القاهرة. بإذن الله تعالى نعمل نتيجة إيجابية، ودي هتكون حافز للاعيبة النادي الأهلي بإذن الله يا رب. بإذن الله ناخد بطولة أفريقيا، وبإذنك يا رب هناخد الدوري بإذن الله يا رب، بإذنك يا رب. الفريق الترجي عنده شوية لعيبة من ذهب. عندك الواد اللي عندهم لعيب بيلعب طرف يمين، اسمه ابو عليا. انا مش عارف اللعيب ده يلعب دوري انجليزي ويلعب دوري اسباني. والله اللعيب ده جايبينه ب $700,000 من الجزائر، من لعيب مش عارف وفاء سطيف ولا. واحنا هنا عمالين نلف حوالين نفسنا. لعيب انت عندك احنا بادئين الدوري بكم؟ بادئين الدوري يمكن ب9 لعيبه بيلعبوا اطرف. لعيب زي ده احسن من ال9 لعيبه عندنا كانوا بيلعبوا اطرف. اسمه ابو علي. عندهم باك اليمين بن علي، وجنب منه طجاي وجلاصي، الاتنين صحه، عيلين سرد باكين صحه وبيطلعوا بالكره صح. وعندهم اضعف واحد في خط الدفاع بن حميده. بن حميده ده لو لعب عليه حسين الشحات هيلبسه ضربه جزاء، لو لعب عليه زيزو بسرعته هيعدي منه. لكن للاسف النهارده الاغلبيه بيقول لك ان بن شرقي اللي هيلعب برضه باك طرف يمين، ما اعرفش. وكانت في ناس بتقول لك ان بن شرقي هيلعب راس حربه، بس المدرب ده ملوش ملكه، هو الناس اللي شغالين معاه. وعندهم راس حربه واد جايبينه من الدوري الدنماركي، واد فرنسي، واد اسمراني وبشعر كده، عامل زي الواد بتاع فرنسا اللي كان محترف في الهلال السعودي. كان كل ما يجيب جون يعمل اللي هي الاسد دي اللي امام بدا يعملها بعد منه، هو كهربا. واد محطه زي ما الكتاب بيقول، واي كره مشتركه بياخدها من اي حد. عامل زي فلافيو ما كان عندنا كده، بيطلع على الكوره لا يسندها يمين لا يسندها شمال لا يلعبها اللي تحت، كل ده بدماغه. وبيزيد ويلعب بالهيد وبيشوط برجلين الاثنين. المشكله كلها في الواد اللي اسمه بعاليه ده، ان بالعمري مش هيقدر عليه لوحده. اللي هيلعب قدام، لو هيلعب تريزيجيه وهينتخ ويفضل واقف قدام او نص الملعب، بس لازم حد يسند مع الواد اللي كان يسند مع الواد ياسين مرعي. لو بيلعب مكان هادي رياض كان ممكن، لو الواد عدى من بالعمري كان ياسين يضم باك شمال تحت بالعمري. بس انت عندك هادي، مش عارف هادي يقدر يعملها ولا لا. ما علينا، ربنا يسترها باذن الله، ويكون الاهلي في اللعيبه كلها مركزه، ويكون يوم النادي الاهلي باذنك يا رب. وعندهم واد طرف شمال برازيلي، بياخدوا الكوره وبيخش لجوه وبيلعبها اللي هي لعبه الارتو. ونفس القصه ابو عليا ده، بياخدوا الكوره زي ما شيكابالا بيعملها كده، ويخش لجوه ورجليه الشمال زي ما يكون بيشوط بينشن بطلقه، والكرة بتروح في السوكة بتاعت فمش عارف هنلعب بأني طريقة. لو لعبنا 4-1 دي أفضل طريقة إن احنا نلعب الفريق ده. بس هو مش هيلعب كده، وهيلعب ب4-3-3. هيلعب ب2-6. ديانج ومروان هيلعب قدامهم إمام، وهيلعب تريزيجيه شمال، وهيلعب بن شرقي يمين. مع إن حسين لو لعب على الجبهة بتاعت الواد بن حميدة ده، حسين هيسلك معاه وزيزو أسرع منه. وهيلعب مروان عثمان راس حرب. يا ريت يبدأ بزيزو أو حسين ويلعب بن شرقي راس حرب. بن شرقي راس حرب هيبقى زيه زي شريف زي مروان عثمان، التلاتة ملعب يعني. ده كان الواد كان بن شرقي كان بيلعبها في الوداد قبل كده، ولعبها في الهلال السعودي، ولعبها في الوداد في 2017، وجاب فينا جون هنا وجون هناك بالدماغ. هم نقطة الضعف بتاعتهم بن حميدة اللي هو الباك الشمال، ونقطة الضعف بتاعهم التانية حارس المرمى.
حارس المرمى تشوط عليه كور من بعيد بتخش فيه جوان. عامل زي شريف كريازي بتاعنا كده لما كان موجود في النادي الاهلي، بيصد الصعبه والسهله بتخش فيه. انا شفت له كذا دلوقتي ملخص اللي بيخش فيه اهداف ما تخشش في اي جون، واغلبيه الاهداف اللي بتسجل فيه بتبقى متشاطه من بعيد او كره بترد من ايده. زي كان في هدف دخل فيه من الملعب المالي، الكره اتشاطت وصدت قدامه وراح الواد حطيتها بتاع الملعب المالي في سقف الشبكه هناك في الترجي. فمش عارف بقى هتلعب بأنهي طريقه يا عم طرب، مش عارف. اي حد يلعب بس التوفيق يكون مع حالف النادي الاهلي. النادي الاهلي لعيب نادي كبير، وباذنك يا رب احنا متعودين على الضغط الجماهيري، ويعديها ربنا على خير ونعدي المباراه دي على خير باذن الله. لو عدينا من الترجي باذنك يا رب من غير مقاطعه، الاهلي بطل افريقيا هيقابل الهلال السوداني في نهائي افريقيا. وباذن الله المباراه الدوري لو عدينا، شوف انا بقى غير الناس كلها، لو خدنا الستة بونت الاولانيين من سيراميكا وسموحه، الاهلي بطل الدوري. والفيديو دي بينه وبينكم، وباذن الله هيطلع الكلام صح في الاخر. لو خدنا الستة بونت اول مباراتين 6 بونت، ونريح المباراه الثالثه اللي احنا فيها باي، والزمالك يلعب مع بيراميدز. وشايف انا اهوت اهلاوي اهوت بقول لك يا رب الزمالك يفوز على بيراميدز، لان الاهلي اول وتاني يكون اهلي وزمالك احسن ما بيراميدز يكون اول او تاني مع اي واحد من الاثنين. احنا جماهيرنا كبيره وجماهير الزمالك كبير، وباذن الله النادي الاهلي بطل دوري مصر، الدوري المصري وبطل افريقيا باذنك يا رب من غير شر، باذن الله يا رب، بحق الايام المفترجه اللي احنا فيها، بحق التعب اللي انا فيه. وباذن الله النادي الاهلي هيعمل مباراه كبيره بكره باذن الله يا رب، هيغير بيها كل المعطيات اللي الناس واخداها عنه في الفتره اللي فاتت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.